وطبعا غبت عن الغية حوالي 13 يوم، وكل حاجة باظت فوق، والدنيا بقت كيفة فوق ما تتخيلوا. وطبعا غياب عن الغية بتاعت ده غصب عني ومش بإيدي خالص. وبعد غياب 13 يوم لما رجعت اتصدمت من كل حاجة موجودة فوق ما هيش في مكانها، والدنيا كلها متبهدلة. وطبعا غير الحمام اللي مات واللي جاله جدرية والحمام التعبان، وما عدتش عارف ألحقها منين ولا منين. وحتى الحمام اللي كان نايم على بيضه وصاب بيضه وعنده بيض كتير اترمى بايظ. برضك الحمد لله اني رجعت بدري بدري قبل ما كل حاجة تبوظ عندي والحقها عشان ما تدمرش نهائي. وطبعا اسف على التأخير في قلة التصوير المدة اللي فاتت، بس والله ما كان بإيدي حاجة، والحمد لله اني رجعت لكم بخير. السلام عليكم اخواتي اللي وحشني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله وحشني كتير اقسم بالله. وحشني اطلع اتكلم قدام الكاميرا كده مع اخواتي سواء اخ او اخت. ده حاجه جميله قوي، بس انا بتاخر لاجل ان انا كان معاه كرفسه كده كتير، وكل مره بقول كده في كل فيديو، بس والله ربنا يعلم إيه اللي بيدور. بس في انضباط باذن الله. وانا طالع في الفيديو ده وانا عامه عشان في مفاجاه، بس مش في الفيديو ده، في الفيديو اللي بعده. فاحنا هنعمل مسابقه في نهايه الفيديو ده، ان اللي هيتوقع ايه هي لمن افخم فرد حمام من اللي موجود عندي. اجيب له فرد حمام شروان دنيا حاجه مظبوطه، واسيبها له ايه مفاجاه. زي ما هو هيكتب المفاجاه اللي انت هتعملها الفيديو الجاي خلال كذا. دي اللي احنا هنعمله مع بعض، ده بس اللي انا هشرحه هيبقى في نهايه الفيديو، فخليك معايا لنهايه الفيديو. اهم حاجه انتوا وحشني كتير، ومعلش على التاخير، بس التليفون بتاعي كان متدمر شويه. الحمد لله يعني على كل شيء. فاللي كان معطلني عم ظبطته يمشيني شويه، وباذن الله لما ربنا يكرم ابقى اجيب ايه تليفون تاني باذن الله. فانا دلوقتي بقى اكتر من 13 يوم ما طلعتش على الغيه عندي فوق انا خالص. فهبدا بقى ان انا اكنسها وانضفها وارتب الدنيا، وجايب زرع برضو كاسقيه وارتبه واروق عليه. وبعد كده في نهايه الفيديو هقول لكم ان انا عامل مفاجاه لكذا او كذا، وهديكم ايه حاجات نبذات منها كده عشان يبقى مسهل عليكم الموضوع. بس اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نبدا نخلي بقى الدنيا وننضف، عشان الدنيا بايظه خالص. ورامي حمام لسه من شويه، اللي مصنط اللي عنده جدريه، في حاجات كتير متبهدل عندي، بس الحمد لله على كل شيء. دي يعني ابويا اللي بيطلع الحمام، بس ابويا كتر خيره ان هو بحط له اكل او ميه، ان هو ملوش دعوه بالحاجات دي. فهو بيقول لك روح حرام عليا، فانا بحط له اكل او ميه، انما انا اللي بطلع انضف واعمل. بس بقالي 13 يوم في لبخ. فيلا نبدا مع بعض نشوف هننضف ايه وهنعمل ايه. واهم حاجه تصلي على النبي وتعمل لايك وتشجعني بيه، وتعمل اشتراك لو انت جديد معانا عشان يوصلك كل جديد. وخليك معايا لنهايه الفيديو عشان في مفاجاه. يلا نبدا الفيديو بتاعنا، يلا بينا. والمفروض طبعا ان احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نخلي المكان ده كله عشان نبدا نعمل مشروع نظافه حلو. طبعا ده الاكل. ندخل نجيب من جوه واحنا خارجين. طبعا الدنيا جوه بايظه. اهو
ابويا طبعا ما بحطش في اكلات اكل، برمى على الارض مباشر. كده اكون خلصت. كان اسمع تشوف ايه، نجيب شويه ميه ونطر الدنيا جوه هنا ونخرج على بره. كده نجيب بس ايه الحته اللي بره دي يعني، بعد كده نبقى نجيب جردل الميه كده ينعنش المكان.
كده اكون خلصت كنيس. نجيب جردل الماء الظريف ونيجي. كده احنا خلصنا كنسنا وميتنا. ما عادش غير ان انا بقى اجيب الطشت اغسله غسله نضيفه واروق عليه واحطه في خله وميته وملحه ودنيته عشان الحمام بعد كده يستحمى منه عشان الجو حر. وانا لسه من شويه قايل لكم ان في حمام عندي طلع له جدريه واللي طلع له صمت ورميته. فانا مش عايز ايه نفضل في القصه دي يعني. لحدات برضك منزل باذن الله اروح اجيب لهم اي حاجه بقى مضاد شامل لاي حاجه تجيلهم ولا كده، لان موضوع العدوى اللي ماشيه دي يعني واللكلكه اللي بتحصل دي يعني بتزعل. وانا عايز اجيب حمام، يعني في ايدي ان اجيب حمام حاجات عاليه. كل ده اقوم زحله واقوم جايب بقى مستوى قبل مثلا لما يكون 9 تجواز مظبوطين اطلع من ورا منهم انتاج لاخواتي، حاجه برضو مظبوطه وحاجه نضيفه وحاجه تترب. سواء بقى اجيب بقى بنزينه على قصف على اجيب حاجات فاهم، حاجه مظبوطه كده ومعتبره. دي اللي انا بفكر فيه، بس خايف اجيب دلوقتي الجو وحش والشمس عليهم. ولو جوز من اللي انا جبتهم، لان الجوز اللي هجيبهم هيجوا بفلوس، اقل جوز ممكن يجوا ب 1500 2000، فان هو يموت فحرام. فانا ماشي بقى اللي هو بقول لك ايه، عقل وتوكل. فانا سايب كل حاجه تيجي الواحده، بس ان داخل في قار تاني جنب ده اللي هو المفاجاه اللي انا بقول لكم عليها. روح بس نجيب الطشت واجي لكم تاني. يلا بينا كده نكون حضرنا ميتنا وطشتنا بقية الحاجات بتاعتنا، الخل والملح. كده المية شوية خل تفاح، شوية ملح خشن، لازم تلاقوا كفايه عشان الملح الخشن ما بيدوبش الا بصعوبه. وبكده نكون خلصنا التركيبه السحريه. نبدا ندخلها جوه، لان انا افتكرت دلوقتي انني ليه ما عملتش الكلام ده جوه بدل ما اقعد اشيل واحد اعمل. بس انا برضو قلت عشان المساحه وعشان الكاميرا تبين كل حاجه. اوعوا تخونوني وتقوموا اسحين خارجين.
بجد صحيح. بس كده نبدأ ناخد السقات والأكلات وننضفها. عنده بيض كتير بايظ، بيض كتير بايظ يعني. ريحة البيض وحش قوي. طبعا 4 بيضات بايظين خالص. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. طبعا غسلهم برضك امبارح لما كنت طلعت، ف هم نضاف، بس انا بديهم بس ايه تلمعة كده وجبن عليه يعني.
كده نكون خلصنا يا جدعان. كده نكون خلصنا. سيب بس ايات والاكلات تنشف، لان مش هحط انا بقى دلوقتي، احط لهم بس ميه. وبكده يكون دي نهايه الفيديو. يا ريت الكل يصلي على النبي. الورد هنا هوني، بس الورد في بعد ورديه دبل التاني، فانا ابدا اعمل سيرش. واللي عنده فكره عن زرع الورد او الاهتمام بالورد يكتب لي في الكومنتات ويعرفني. واهم شيء انا عايز الكل يتوقع انا هعمل ايه في الفيديو الجاي او هجيب ايه. والفيديو الجاي للفيديو اللي بعده، بس هو اكيد الفيديو الجاي. بس انت كده كده وقت ما تتوقع اللي انا هجيبه في الفيديو ده في الكومنتات تحت، هبدا ان انا اختار عشوائي. والله هختار عشوائي. والفرد هديلك الفرد اللي جوه، نسيب الفرد ده مفاجاه، مش هقول الفرد ده ايه، بس حاجه برضك ايه على خيالك لسه ما ظهرتش. فاللي انا عايزه منك انك تكتب انا هجيب ايه الفيديو الجاي، هربي ايه جديد هجيبه في المحتوى واربيه، ايه اللي هجيبه معايا هنا تاني وهربيه. تاني اهم عايزك تصلي على النبي. ولو انت جديد معايا في القناه تشترك وتعمل لايك وتدعمني بكومنت حلو، بعيد عن ان انت تتوقع ايه. واللهم صل على النبي وجماله. لو محدش عارف يتوقع الحاجه دي ايه، اكتر واحد صلى على النبي في الكومنتات هكسبه الفرد الحمام برضك. اهم شيء تدعموني، ونفس الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك. بقولها بقالي كام فيديو بس ما بتوصلش. يوصل ل 100000 لايك يا رب يوصل ل 100000 لايك، يوصل ل 1000 لايك. يلا استنوني الفيديو الجاي. سلام.